في سنة 2018 كانوا بتطل علينا بأرخص كاميرا دي اس ال ار وهي ال 4000 دي. الكاميرا اللي تقريبا كان سعرها في مصر عندنا 5000 جنيه او اكتر شويه، وكان بينزل كمان عليها هدايا كارت ميموري وشنطه وكمان كلين كيت، واللي حققت مبيعات خرافيه في مصر والوطن العربي، ومش هكون مبالغ ان هي حققت مبيعات خرافيه في العالم كله. كل الناس طلعت اتكلمت عليها، كل الريفيورز عملوا عليها فيديوهات ان هي كاميرا كويسه للمبتدئين، لان خلاص البعبع الكبير بتاع الفلوس، كل الناس تمسك كاميرا احترافيه، كل الناس تعرف تعلم التصوير، واللي كان نفسه يشتري كاميرا خلاص هيقدر يشتريها بسعر كويس. ولكن بعد فتره من الاستخدام الناس اللي اشترت الكاميرا دي بدات تحس بالعوائق او بحاجات كتير قوي ما كانوش عاملين حسابها وهم بيشتروها. بس خلينا متفقين ان الكاميرا دي يوم ما نزلت كانت كاميرا ناجحه وحققت مبيعات خرافيه، وكانون عرفت تعمل حاجه حلوه قوي للناس الصراحه. ولكن السؤال هنا بقى، هل واحنا على مشارف سنه 2023 هل الكاميرا دي ال 4000 دي تستحق ان احنا نشتريها دلوقتي ولا لا؟ وده اللي هنتكلم فيه النهارده، فيلا بينا. اول حاجه خلينا نبص على شكل الكاميرا ومواصفاتها. ديزاين الكاميرا هو ديزاين خفيف وبسيط جدا. الكاميرا حتى وزنها قليل 436 جرام. الكاميرا كلها مصنوعه من بلاستيك، حتى الماونت بتاع العدسات بتاعها مصنوع من بلاستيك. بيجي من فوق الكاميرا البوبا فلاش اللي انت بتقدر تتحكم فيه بايدك. هم شالوا الزرار بتاع البوبا فلاش اللي موجود في الكاميرات. هو تقريبا كانون بتحاول تقلل تكلفه اي حاجه نقدر نستغنى عنها عشان يطلعوا كاميرا بسعر قليل. الكاميرا برده ما فيهاش زرار اون واوف، انت تقدر تتحكم في فتح وقفل الكاميرا باستخدام الويل اللي موجود او المود ويل، اللي بالمناسبه فيها مودز كتيره قوي تقدر الناس المصورين المبتدئين يستخدموها، ويحل بالنسبه لهم مشاكل كتيره قوي او تعقيدات كانوا بيشوفوها في الكاميرات البروفيشنال دي اس ال ار. الكاميرا فيها مدخل اتش دي ام اي ويو اس بي، ما فيهاش مدخل مايك، واللي بالمناسبه دي من اسوأ الحاجات اللي كان اختارت تشيلها في الكاميرا دي، واللي هنتكلم عليها بالتفصيل في اخر الحلقه. بطاريه الكاميرا ال بي اي 10 اللي هتقدر تصور معاك من 500 ل 600 صوره حسب طبعا كل واحد واستخدامه. نتكلم بقى دلوقتي عن السبيكس بتاعت الكاميرا او المواصفات. الكاميرا بتيجي بسنسور كروب فريم 18 ميجا بكسل وبروسيسور ديجيك 4 بلس، اللي بالمناسبه وقت نزول الكاميرا دي بالبروسيسور ده كان بالنسبه لنا قديم، فما بالك حاليا بعد 4 أو 5 سنين من وجود الكاميرا دي البروسيسور الديجيك 4 بلس ده بقى قديم جدا. احنا بنتكلم دلوقتي في بروسيسور ديجيك اكس، يعني في فرق كبير قوي في فكره البروسيسنج في الكاميرات. الكاميرا فيها 9 نقط فوكس وبتصور 3 صور في الثانيه الواحده، وفيها ال سي دي سكرين سيئه جدا الصراحه، يعني ما بتعتمدش عليها في اي حاجه. تجربه استخدامها الصراحه ما كانتش بالنسبه لي مرضيه باي شكل من الاشكال. الايزو برفورمانس بتاعنا بيبدا من 100 ل 6400، ممكن تكسباند الايزو ل 12800، بس نصيحه مني ما تعملش كده ابدا، اوعى تعمل كده. يعني انت اخرك في الكاميرا دي 800 ايزو حلو قوي وزي الفل ورضا. سرعه الشاتر بتوصل لواحد على 4000، والكاميرا بتصور فيديو لغايه فول اتش دي ب 30 فريم، وفيها طبعا واي فاي عشان لو عايز تنقل صورك من الكاميرا للموبايل يبقى الموضوع سهل وبسيط. وده تقريبا كل حاجه ممكن تعوز تعرفها عن شكل ومواصفات الكاميرا. طيب عشان اطلع بقى اعمل الفيديو ده واقول كلام مظبوط، انا كان لازم يبقى معايا الكاميرا دي واجربها في احسن ظروف اضاءه ممكن تطلع بيها النتيجه الكاميرا دي في الفيديو والفوتوغرافيا. فانا صورت شويه صور كده باستخدام الكاميرا دي في احسن ظروف اضاءه ممكن تتحط فيها الكاميرا، وانا غيرت بس العدسه. الكاميرا بتيجي ب 1855 اللي هي كيت لينس، انا ركبت عليها ال 50 ال 1.8 العاديه خالص. يعني بحاول على قد ما اقدر احسن شويه من النتائج اللي ممكن تطلع بيها الكاميرا، ودي كانت النتائج بتاعه الكاميرا. طيب بالنسبه للتصوير الفوتوغرافي، انا شايف ان الكاميرا دي لو اديتها اضاءه او ظروف اضاءه كويسه هتطلع لك نتائج ممتازه جدا ومرضيه. خد بالك الصور اللي شفتها دلوقتي هي مش معمول لها اديت، مش متظبطه اي حاجه من الكاميرا على الفيديو على طول، فما بالك بقى لو عملنا اديت اكيد هتوصل في مرحله احلى بكتير. اكتر حاجه وانا بصور كانت ملحوظه وحشه في الكاميرا دي هي سرعه الفوكس. الفوكس بطيء جدا، او يمكن ده الحال بتاع الكاميرات البيجنر او للمبتدئين قوي زي ال 2000 دي و250 دي وال 4000 دي. وممكن عشان انا ما مسكتش الكاميرات دي بقالي كتير قوي، انا بقالي فتره بصور بفول فريم مارك 4 والار 6 بتاعتي، فممكن مش متعود على بطء الفوكس لان انا عندي الفوكس سريع جدا، ولكن اعتقد هي فعلا بطيئه، يعني الفوكس بتاعها بطيء قوي، فده انا شايفه عيب بالنسبه لي خطير. انا كمان جالي كده جرأه او فكره رهيبه ان انا اصور نفس الصوره بنفس الاعدادات بنفس العدسه بنفس الاضاءه بالكاميرتين ال 4000 دي والار 6، مع اختلاف طبعا الجنريشن الرهيب ما بينهم. انا هوريك دلوقتي شويه صور معمول لها اديت بالكاميرتين، وانت هتقول لي دي الصوره متصوره بال 4000 دي ولا دي الصوره اللي متصوره بال 4000 دي. قولوا لي سريعا كده في الكومنتات قبل ما تعرفوا، ونشوف التحدي ده هيوصل بينا لفين.
حرفيا انا يعني مبسوط من فكره ان انا اقدر اطلع نتيجه من كاميرا ضعيفه جدا زي نتيجه من كاميرا قويه جدا. على فكره الفرق بين الكاميرات تقريبا 55 60 الف جنيه، فان انت تقدر تطلع نتيجه من كاميرا ضعيفه وتقدر تظبطها بالايديت بحيث ان ما يبانش الاختلاف ما بينها وما بين اجمد كاميرا ممكن تكون موجود في السوق دلوقتي، فده متاح. اهم حاجه تبقى فاهم كويس وتعرف توزع اضاءه وتفل الموضوع بالاضاءه بشكل كويس. فبالنسبه لاداء الكاميرا دي في تصوير فوتوغرافي مرضي الى حد كبير للمصورين المبتدئين، لان انت في الاخر مش هتقدر تعلى عن حته معينه في الكاميرا دي. برضو خلينا عارفين ان هي الماونت بتاعها بلاستيك، فمش هتقدر تركب عليها عدسات تقيله كبيره تقعد عليها فتره او سنين تشتغل بيها عشان تطلع لك نتائج. الماونت ممكن يتكسر اصلا، فدي نقطه برضو خلي بالكم منها. بالنسبه بقى للفيديو، انا صورت برضو بالكاميرا دي بنفس السيت اب اللي انا شغال عليه ده حاليا، بنفس الاضاءات بكل حاجه، وجبت اعلى كواليتي بتاعها اللي هو الفول اتش دي ال 30 فريم، وغير مرضي تماما. ده من الاخر مش كواليتي فول اتش دي، ممكن يطلع من الكاميرا دي اس ال ار باقل موبايل تقدر تطلع كواليتي احلى من ده. وبرده هعرض لكم دلوقتي نتيجه بتاعه تصوير الكاميرا دي للفيديو الفول اتش دي على 30 فريم. طيب الكلمتين بقى المفيدين اللي هو الخلاصه، احنا كمصورين او ناس بروفيشنال يعني في مراجعات الكاميرات، او احنا بنصور فيديو او فوتوغرافيا والكلام ده كله، لما بنيجي نشتري كاميرا بنحط في عين الاعتبار كذا حاجه. اول حاجه الهدف من شراء الكاميرا دي، انا عايز اشتري الكاميرا دي ليه، السبب بتاعها يعني. تاني حاجه الشركه لما عملت الكاميرا دي كانت بتخاطب اي فئه من المصورين. لو انت عندك اجابه السؤالين دول هترتاح جدا وانت بتشتري الكاميرا. فال 4000 دي الكاميرا دي يوم ما نزلت يعني كانت بتخاطب شريحه المصورين المبتدئين او الهاويين او الناس اللي بتصور بالموبايل ونفسها تطور من حياتها او من نفسها وتجيب كاميرا دي اس ال ار. بس طبعا البادجت كان وقتها اعلى كاميرا او اقل كاميرا ممكن تعدي ال 10 او 15000 جنيه. فالناس دي من الاخر عايزه تمسك كاميرا تجرب وتبقى الموضوع براحتها، الكاميرا بتاعتها مش مأجراها او سلفاها يعني، وتجرب. لو الموضوع مشي خلاص هكمل واعمل ابديت وهظبط اموري كمصور. ما مشيش فانا ما خسرتش كتير، انا دفعت 5000 جنيه اللي هو اقل من ثمن موبايل ساعتها كويس، وما خسرتش كتير، جربت حظي وعرفت. طيب الكاميرا دي بقى لما نزلت هل حققت هدفها؟ بكل مصداقيه جدا، وده واضح جدا من تجارب الناس الكتير اللي اشترتها. كميه المبيعات اللي حققتها الكاميرا دي، انا اعرف ناس شخصيا اشترت الكاميرا دي وجربت حظها ولقت الباشون بتاعها او شغفها في التصوير وطوروا من نفسهم وخدوا كورسات واشتروا كاميرات دلوقتي احسن وشغالين زي الفل. فهدفها الاساسي اتحقق؟ اتحقق. طبعا انا بتكلم على التصوير ماليش دعوه بالفيديو، انا بقول لك هدفها اتحقق في ان انت تبقى مصور. اما بقى لو انت بتفكر في حاجه ثانيه او بتدور على حاجه فيها فيديو كويس او الكلام ده كله، فالكاميرا دي مش مناسبه تماما لاي حاجه فيها فيديو. يعني مثلا لو انت بتفكر تجيب الكاميرا دي عشان تبدا محتوى على النت او على اليوتيوب او الكلام ده كله، فالكاميرا دي مش مناسبه ومش تنفعك تماما. العيبين الجامدين قوي في الكاميرا دي اللي انا شايفهم لو كانوا محلولين كان الموضوع فرق كبير. اول حاجه الشو بتاع الفلاش اللي بيركب على الكاميرا من فوق، هو مصنوع ان هو يديتكت بس الفلاشات بتاعت كانون اللي هي ثمنها اكتر من 10 15 الف جنيه حاليا. فانا دلوقتي لو انا مصور وعايز اجرب فلاشات لازم اشتري فلاش من كانون اللي هو ثمنه ضعف ثمن الكاميرا، فانت بتعجزني ليه؟ فده عيب خطير. العيب الثاني مدخل المايك. الكاميرا نفسها فيها مايك ما فيهاش مشكله، ولكن مفيش حد بيعتمد تماما على المايك بتاع الكاميرا. فعشان انا ابدا محتوى وهصور فيديو بالكاميرا دي فمحتاج مايك ومحتاج اكسترنال ريكوردر. سيبك من المايك، ماشي هنجيب مايك ب 300 جنيه، لكن اكسترنال ريكوردر ده يعني غالي مش رخيص. عشان تجيب حاجه زوم او الكلام ده كله لازم تدفع فيه فلوس كتير، فده عيب خطير. يعني انت لو حليتوا المشكلتين دول كان الكاميرا دي وصلت في حته ثانيه خالص. كمان انا لو اقتنعت وصورت بالمايك بتاع الكاميرا وحبيت بعد ما اخلص اسمع صوتي، فالكاميرا ما فيهاش سبيكر، لازم اخد الكارت الميموري احطه على الكمبيوتر واسمع الصوت من الكمبيوتر، لو في مشكله ارجع تاني. فبرضو الكاميرا ما فيهاش سبيكر. الكاميرا برضو في الفيديو فيها ليميتيشن للوقت، يعني اخرك تصور فيديو 12 دقيقه بعد كده الكاميرا بتقف فلازم تدوس ريكورد تاني. فالليميتيشن بتاع الوقت بتاع الكاميرا دي هو 12 دقيقه. حرفيا الكاميرا دي لو كان ما فيهاش المشاكل اللي انا بقولها لكم دي، مدخل المايك والسماعات وحته الفلاش والكلام ده كله، كان الكاميرا هتبقى علامه مسجله كده لشركه كانون لو حافظت على نفس السعر. طبعا يعني بتكلم لو المشاكل دي مش موجوده في الكاميرا دي ومحافظه على نفس سعرها، فالكاميرا دي كانت هتبقى حاجه كده خرافيه. خليني برضه اقول لك ان كل ارائي وكلامي ده على حسب وقت نزول الكاميرا. يعني انا لو بعمل ريفيو ده في وقت نزول الكاميرا من 4 سنين كنت قلت الكلام ده كله. طب احنا مش في 4 سنين، احنا دلوقتي في 2023. ايه الكلام بقى؟ الكلام بقى دلوقتي ان احنا لو حضرتك في مصر، معلش انا بخاطب دايما الناس اللي في مصر عشان ده اكتر ناس حواليا يعني. الكاميرا دي حاليا في السوق عندنا ثمنها 8500 جنيه.
وتمنها بالدولار تقريبا 350 360 دولار عالميا يعني. فلو انت بتدور على كاميرا تصور بيها فوتوغرافيا بس عشان تبدأ وتشوف، تمام. غير كده لا. في المجمل لو انت هتقول تسالني السؤال اشتري او اشتريش، اقول لك ما تشتريش طبعا. يعني الكاميرا دي بعيده قوي 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 عن الكاتيجوري او العالم اللي احنا عايشين فيه. موبايلات بقت بتطلع صور يعني مخيفه. الذكاء الاصطناعي دلوقتي موجود في كل حته، في ايديت، في كاميرات، في موبايلات، في كل حاجه. فعشان تبدا في سنه 2023 بكاميرا 4000 دي فلا. يعني على اقل حاجه انت ممكن تبدا ب 250 دي بالام 50 مارك 1 او مارك 2. حتى ال 2000 دي لا برضه. فحاليا شرائك لكاميرا ال 4000 دي من كانون فده يعني قرار مش احسن حاجه، مش حلو خالص. انا حتى بقول لك ما تشتريش حتى ال 2000 دي، ولكن في الاخر يوم ما تقع على 2000 دي فهي كاميرا 24 ميجا بكسل، فهي اعلى، الماونت بتاعها من ميتال، فدي حاجه احسن. ما فرقش كتير قوي عن ال 4000 دي، ولكن انا شايف ان 250 دي ده اللي هو البدايه اللي بسم الله الرحمن الرحيم كده، اللي انت بصفر خالص وعايز تبدا تجيب 250 دي. انا عارف الناس كتير قوي ممكن تقول ان انا تفكيري غلط او صح، انا مش عارف، ممكن تقول لي في الكومنتات، ولكن ده رايي الشخصي اللي انا شايفه بحكم خبرتي يعني في التصوير والمجال. انا كمان عشان بعمل ريفيوز للكاميرات والكلام ده كله، فانا نظرتي ممكن تكون بشكل تاني غير ان مصور عايز يشتري كاميرا. ففي الاخر احنا داخلين على مشارف 2023. رايي النهائي خلاص كده تشتريش الكاميرا دي، اللي بقى خلاص لو انت مش قادر تعمل اي حاجه وعايز حاجه تجرب بيها التصوير لاصحابك للفاميلي، عايز تجرب كده اي حاجه ممكن تشتريها او تبقى سكند كاميرا لكاميرا تانية احدث. بس انا كمان كنت كتبت على ستوري في الانستجرام هل الكاميرا دي تقدر تشتريها في سنه 2023 ولا لا. في ناس كتير قوي جاوبت عليا بلا، ناس كتير قوي جابت عليا لا. واحد كاتب لي ان هي غليت بزياده، مثلا مستر يوسف لو بدات بيها محتوى فاشون وريلز كبدايه تنفع ولا لا؟ اكيد مش تنفع. في ناس كتير قوي كاتبه لي لا، وفي واحد قال لي لا عشان غليت. في حد قال ان هي معاه حاليا وبعد استخدام فتره محترمه بتقول ان هو مش حلوه وسيئه جدا، الشاشه بتاعتها تعبانه والكواليتي بتاعها ضايع. ناس برضو معلقه ان هي ماونت بلاستيك، ناس برضو بتقول ان هي يعني عامله له ليميتيشن في حاجات كتير. فالناس حتى يعني انا مش بقول رايي كده لوحدي، لا الناس فعلا عارفه ان بعد 4-5 سنين من انتاج الكاميرا دي فهي حاليا شكرا قوي عليها السنين اللي فاتت دي كلها. وبس ده كل اللي انا كنت عايز اقوله في الحلقه دي. اتمنى تكونوا استفدتوا وقولوا لي رايكم في الكومنتات. لا هنقول بقى الاوترو. لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك الجامد واعمل سبسكرايب للقناه لو انت مش عامل. سيب لي رايك في الكومنتات واشوفك الحلقه الجايه. سلام.